السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بكريم شانتيه بالمانجا بالصوص الشوكولاتة. طعمها وهم حاجة كده من الاخر. ان شاء الله باذن الله لاول مرة يشوفونا سبسكرايب القناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنجيب اول حاجه الكنافه، طبعا كنافه متفرزه وطالعه من الفريزر على طول. دعكتها كده فركتها بالشكل ده، وحطيتها على طول في سمنه بلدي على النار وحمرتها بالشكل ده. تمام. متحمره ليها حاجات كتير خالص وطرق كتير، هنعملها برضو مع بعض ان شاء الله باذن الله. حطيت عليها شويه شربات مش كتير، ماشي، شربات يعني حسب السكر اللي انت عايزاه، لان الحاجات اللي هتتحط عليه برضو هتخليها مسكره. خلاص، وديتها تقليبه كده وجبت بقى القالب اللي انا هشتغل فيه، وليكن قالب زي ده بيتباع جاهز ده. خلاص، وحطيت كريم شانتيه كده في القعر. خلاص، وبعدين نزلت عندي بالكنافه. خلاص، وهفردها كده كويس لحد كده. الموضوع مفيهوش اي حاجه، سهله وجميله وطعمها حلو ومفيهاش حاجه خالص. شايفين شكلها حلو من بره ازاي؟ وهنحط كمان طبقه كريم شانتيه، تبقى صعبة شوية في الفرد على الكنافة اهي. حابة تحطي طبقة كريم شانتيه وبعدين طبقة كنافة وبعدين طبقة شوكولاتة، براحتك. حابة تحطي طبقة كريم شانتيه وطبقة كنافة وطبقة فاكهة، مفيش مشكلة، يعني طبقات شكلي فيها زي ما بتحبي. خلاص، هحط طبقة كريم شانتيه وطبقة كنافة وطبقة كريم شانتيه كمان، وبعدين هحط الفاكهة والشوكولاتة على الوش. اللي حابب يشكل براحتك، يعني حابة تحطي طبقة شوكولاتة، طبقة كريم شانتيه، طبقة كنافة، طبقة فاكهة، كده براحتك خالص. دي تقدري تعمليها في كوبايات، في كاسات، في قارب، زي ما انت عايزة، وتجمليها زي ما انت عايزة من على الوش. عملتها كده وردات، قسمتها علشان خاطر هعمل نص فاكهة ونص صوص شوكولاتة. نزلت كده بصوص شوكولاتة بالشكل ده، واقدر اجرنشه باي حاجة، الويفر والشوكولاتة الولاد بيحبوها. والجنب التاني هحط فيه مانجا، برضو مانجا متفرزة، طلعتها وهي مجمدة، قشرتها وقطعتها فكانت قطع وماسكة نفسها كويسة. وبرضو كان عندي اناناس اهوت من التورته، برضو قلت ايه اشكل بيه ويبقى طعم برضو تغيير. تقدري تحطي مانجا، تقدري تحطي فراولة، تقدري تحطي اي فاكهة انتي بتحبيها. المانجا بتيجي جميلة جدا مع طبعا مانجا مع الكنافة ملهاش حل، وكمان الفراولة جميلة جدا ومع صوص الشوكولاتة بتبقى حلوة قوي. وده شكلها النهائي بتاعنا، سهلة ومفيهاش اي حاجة خالص. وكان باقي شوية كنافة تانيين عملتهم كاسات، شكلها ظريف وجميلة وطعمها مش عايزة اقول لكم تحفة. كنافة بالسمنة البلدي وشربات السيرام اللي احنا عاملينه التقيل، والكريم شانتيه جميل طبعا. تمام. والفاكهة الحلوة بتاعتك، صوص الشوكولاتة والحاجات اللي انتي حطاها دي، كل ده كل حاجة فيهم طعم، والطعم كله بيبقى مختلف مع بعضه، بيبقى ليه طعم تاني خالص. شايفين الطبقات حلوة ازاي؟ هوريكم كمان الكاسات اللي انا عملتها دي. عملتها تقدري تعمليها لضيوفك، تعمليها كوبايات، بتبقى سهلة وظريفة وطعمها حلو واحلى من الجاهز، والله احلى من بره بكتير. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وبألف هنا وبألف شفا، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.